السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين ديالنا في قناة إيشن توب. اليوم عندنا واحد المفاجأة، لقينا طارت الأخ ديالنا السي البلوشي الغني عن التعريف. السي البلوشي مرحبا بك. مرحبا بك عندنا. حياك الله. والله إلا المغاربة تيحبوك وتيحبوك بزاف، وهذه فرصة سعيدة مني لقيناك وشناك. عطينا الرأي ديالك في المنتخب ديالنا، كيفاش بالك اليوم المنتخب، كيفاش لعب، كيفاش هذا. وحنا في اطار الروح الرياضيه حنا قابلين بالهزيمه ولا الانتصار. حنا ديما كنحاولوا باش نمثلوا المنتخب المغربي، يعني تنحاولوا نمثلوه في يعني ربحنا ولا خسرنا ماشي مشكل. ويعطينا الراي ديالك انت بما ان انت اهل. حياك الله. شيء نرحب فيك كل المتابعين. فعلا يعني مثل ما قلت، اهم شيء هو الظهور المشرف في البطوله. المنتخب المغربي يعني كانت له مشاركات سابقه، هذه هي المشاركه الافضل بالنسبه للمغرب في بطولات كاس العالم للسداسيات كره القدم. اليوم جت الخساره من فريق مرشح للفوز باللقب. منتخب يعني اوكرانيا منتخب مرشح انه يتوج بلقب هذه البطوله، وعنده عناصر مميزه ومتمرسه، وبالتالي قبل انطلاقه المباراه كانت الترشيحات تنصب لمصلحه المنتخب الاوكراني، وبالتالي الخساره كانت طبيعيه ومتوقعه. لكن مشوار جيد للمنتخب المغربي، ونتمنى ان شاء الله ان خلال البطولات القادمه يكون في اداء افضل. ودائما وابدا كل ما حضر المنتخب المغربي، كل ما كانت الامور حاضره يعني من خلال الجماهير، الحضور الجماهيري الجميل والممتع بالنسبه للمغاربه في كل مكان، وهذا اللي ساهم في نجاح البطوله بشكل كبير. شكرا سي الله يحفظك. كلمه كامله مكموله. تبارك الله عليك، والله الا فرصه سعيده ونعنقك. الله يسلمك حبيبي. تبارك الله عليك. الله يحفظك. شكرا اخوان، تبارك الله عليكم. كان معنا سي بلوشي، كنشكروه بزاف على داز معنا في القناه ديالنا. تبارك الله عليكم، مع السلامه.